السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة طاجن لحمة بالبصل. معايا كيلو من اللحمة، قطعناه كده مكعبات صغيرة علشان ما ياخدش وقت في التسوية. بالنسبة للبصل اللي معايا حوالي كيلو بصل، ودي طماطمية كبيرة وواحدة من الفلفل قطعناها كده قطع صغيرة زي السلطة كده. وده كيلو من البصل، او عايزين تقللوا واحدة او اتنين مفيش مشكلة، بس البصل كتير في اللحمة دي بيديها طعم حلو جدا. هنقطع البصل كده جوانح. هنجيب حاجة بقى واسعة ونحطها على النار، نحط فيها معلقة سمنة أو زبدة، وهنحط اللحمة فيها ونشوحها. هنخلي اللحمة على النار كده ونفضل نشوح فيها شوية كده، ونقلبها كده من كل الاتجاهات. من وقت للتاني كده بنقلبها. نحط كده ورقتين من ورق اللورة والتوابل اللي معايا، فلفل اسود وبهارات اللي هي 7 بهارات. هنزل بحوالي كده نص مج كده من المية المغلية. ما نحطش مية يا جماعة من الحنفية عادي، لا نحط مية مغلية علشان ما تقللش التسوية بتاعت اللحمة، او بتخلي اللحمة تاخد سوا كتير لما نحط عليها مية ساقعة. لازم تكون المية مغلية. ولما اللحمة من وقت للتاني انا غطيتها وخليتها على نار كده عالية لحد ما تدخل في تسوية، وبعد كده اهدي عليها النار واحط البصل، واحط معلقة نص معلقة صغيرة كده من الثوم المفروم، واحط الطماطمايه والفلفلايه اللي انا كنت مقطعاه. ولما تدخل في 3/4 تسويه كده نحط الملح. الملح مش هحطه في الاول خالص، لازم نحطه لما اللحمه تدخل في سوا. وهحط شويه كده من الميه المغليه ومعلقه من السكر، بتديها طعم حلو جدا. وهغطيها كده واسيبها بقى على نار هاديه. زي ما انتم شايفين كده هي خلاص دخلت في سوا خلاص، يعني بقالها مثلا كده ربع ساعة كده او تلت ساعة تبقى 100% مستوية. هنبدأ بقى نحطها في الطاجن وهندخلها الفرن. نحط معاها كده حوالي نص مج كده من المية المغلية، ونقفلها كويس كده بالفويل. وبرضه هنحط الغطا بتاع الطاجن عليها، نقفلها كده كويس علشان البخار يتحبس جواها، وكده تبقى مهرية كده وجميلة. ودلوقتي هطلعها بعد تلت ساعة او نص ساعة. زي ما انتم شايفين كده بتطلع طعمها جميل جدا جدا، واللحمة بتبقى زي الزبدة. وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لي اشتراك ولايك عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.